ضاع عمرنا واحنا بنستخدمها غلط. هاتي الشكاره دي كنز في بيتك. فيديو النهارده مليان افكار حلوه جدا، تابعوني للاخر ما تنسوش اللايك. يلا بينا نبدا الفكره الاولى مع بعض. اول فكره معانا، تعالي ما اقولك على فكره حلوه قوي علشان تعرفي ان الانبوبه بتاعتك بتنفس ولا لا. هاتي رغوه صابون سايل او برسيل او اي حاجه عندك، وبعد كده تعالي بقى حطيها على الانبوبه سواء كانت مربوطه او كده. بصوا عايزه اقول لكم الرغوه دي بتحميكي خالص خالص يا جماعه. في ناس بتستخدم الولاعه، اوعوا تستخدموها. الرغوه دي بتحميكي ان فيها يعني مثلا في تنفيسها في الانبوبه ولا لا. بجد جربيها، انا شفت الفكره دي على الفيسبوك وجربتها، حلوه جدا. تعالوا بقى يلا نبدا الفكره الثانيه مع بعض. الفكره الثانيه مع بعض عايزه اقول لكم الخل ليه استخدامات كتير جدا، ومن ضمن الاستخدامات دي غير الاكل ان انت تحطي شويه ميه في طبق كده وشويه خل وكمان شويه صابون سائل. عايزه اقول لك الخلطه دي او الطريقه دي بتعمل ايه، بتخلي الكوبايات بتاعتك لو فيها اي ريحه سواء من الاكل او شرب اي حاجه، يعني بتمنع الزفاره خالص، وكمان بتدي لمعه رهيبه جدا لاي حاجه ازاز. جربي الفكره دي هتعجبك جدا. الفكره اللي بعد كده، لو انت عايزه السيراميك بقى يبقى كده بينور وشكله زي الازاز كده وكمان مش مجير، بعد ما تمسحي على طول هاتي المساحه بتاعتك ومشيها كده على السيراميك. عايزه اقول لك هتشيل كل الحاجات اللي موجوده في السيراميك اللي احنا مش شايفينها اصلا، هيدي لمعه بسيطه وكمان هيبقى زي الفل. الفكره اللي بعد كده، هاتي كده ليمونه وشويه ملح، وتعالي ما اقولك على فكره خطيره هتجربيها بجد هتعجبك جدا في البيت. هاتي شويه ملح كده، ملح عادي من اللي احنا بناكله، وبعد كده حطيهم على الليمونه. وتعالي بقى يا ست الكل ما اقولك على فكره حلوه قوي هتعمليها في ثواني، يعني مش هتاخد منك اي وقت. تعالي بقى على اي حنفيات سواء في الحوض الوش او كمان في الحمام او كمان المطبخ، اي حنفيات ستانلس مشيها كده بالليمونه وكمان بالملح. عايزه اقولك هتدي لمعه خطيره للحنفيات المجيره، وكمان هتدي كمان اضاءه كده حلوه قوي من غير ما تغسلي بقى وكلور ولا الحاجات المضره دي. بليمونه وشويه ملح هتعملي الخطوه دي، جربيها ان شاء الله هتعجبك جدا. بعد لما تخلصي الليمونه والملح بصوا شويه ميه كده وهترجع الحنفيات احسن من اول بكتير. يلا بينا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده، بس ما تنسوش اللايك يا حلوين. الفكره اللي بعد كده، لو انت عندك المبشره دي وكمان مش بارده خالص ومش مش بتبشر حلو الحاجات، هاتي بقى حته من الالومنيوم او كمان يا جماعه ممكن السلك العادي او ورق الالومنيوم ده قصدي، وبعد كده هتكوريها بالشكل ده حته صغيره خالص، وبعد كده هتمشيها على المبشره الحته اللي احنا بنستخدمها البارده دي، وكمان هتبشريها بالشكل ده مره في 2 في 3 هترجع ان شاء الله احسن من اول بكتير. وكمان الفتحات دي ممكن تكون ضيقه، استخدمي الشوكه وانت بتفتحيها. عشنا طول عمرنا بنستخدم الليفه للحمام بس، تعالي ما اقولك على فكره حلوه قوي لاستخدام البيتي. هتجيبيها وتقصيها بالشكل ده، يعني هتجيبي مقص وتقصيها في القالب بالشكل ده، بس ما تفتحهاش من يمين ومن الشمال. بصوا بمجرد ان انت تفتحيها بالشكل ده، وكمان عايزه اقولك ان هي خطيره خطيره في الاستخدام البيتي. بعد ما تفتحيها هتفتحيها من اليمين ومن الشمال، يعني بصوا القالب طبعا احنا فتحناه كده، هنفتحها بقى من تحت ومن فوق، لكن سيبي كده فراغ عشان يعني ما تتزحلقش منك. بعد كده هتعمليها بالشكل ده، وهتيجي بقى تجيبي اي مساحه موجوده عندك في البيت. طيب المساحه بتعمل ايه؟ بصوا هتجيبي مساحه بالشكل ده وهتحطيها في الليفه، هي اسمها لوف ولا ليفه يا جماعه؟ قولوا لي في الكومنتات. وبعد كده هتركبيها بالشكل ده. بصوا انا عشان كده بقول لكم لازم تكون الليفه مقفوله من اليمين ومن الشمال علشان المساحه تثبت، علشان وانت بتستخدميها بصوا يعني عشان تقفل من اليمين ومن الشمال وانت بتستخدميها ما تتزحلقش خالص خالص منك ويكون سهله الاستخدام. طيب هنعمل بيها ايه يا هاله؟ دي ليها استخدامات كتير جدا، للحوائط بقى، للسيراميك في الحمام، للحيطه لو انت عندك الحيط مدهون زيت وكده او اسمه دهان الزيت يا جماعه، بيتغسل عادي خالص. بصوا حلوه قوي، ما بتجرحش لا سيراميك ولا حيط ولا اي حاجه، وحلوه جدا، وكمان ما بتسيبش اثر خالص زي السلك، لان انا استخدمت السلك قبل كده وانتوا بتقولوا ان هو بيسيب اثر، لكن هو ما كانش ساب اثر معايا، بس انا حبيت انا انزل لكم الفكره دي حلوه قوي. هاتي بقى الشكاره دي وتعالي ما اقولك على فكره خطيره هتستخدميها في البيت وداعا بقى للمكنسه. هتروحي جايبه الشكاره دي وتحطي المقشه فيها بالشكل ده، ولازم تربطيها كويس جدا علشان ما تتفكش منك، يعني هتعمليها بالشكل ده وهترجعي تربطيها كده من فوق ربطه
ربطه كده، يعني ربطتين فوق بعض علشان ما تتفكش منك، وهاتي توكه او استك او اي حاجه، المهم تتربط منك كويس جدا. وبعد كده استخدميها في السجاد بتاعك، سواء بقى موجود عليه ريش، موجود عليه شعر، موجود عليه اي حاجه من الحاجات اللي بتبقى طبعا ما بتتشالش بالمقشه العاديه او المكنسه كده ما بتشفطهاش كويس جدا. عايزه اقول لك حلوه قوي قوي ان هي بتشيل كل الحاجات دي وبكل سهوله، وطريقه بجد حلوه قوي. انا كنت يعني مستغرباها في الاول، بس حقيقي بتخلي السجاد كده زي الفل، او بديل السجاد، يعني اي حاجه موجوده عندك بتكنسها كويس جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان الشكاره الحمراء دي يا جماعه من الحاجات الخشنه، يعني هتساعدك جدا جدا في ان هي تنظف البيت كله في ثواني، مش هتحتاجي لا مكنسه ولا مقشه ولا اي حاجه. الحاجات الناعمه دي بصوا، يعني اظن الفرق واضح جدا جدا. بصوا هنا الحاجات اللي صعب جدا ان هي تتشال سواء بمكنسه او بمقشه، والشكاره شالتها بكل سهوله. تعالي بقى اما اقول لك على فكره حلوه قوي، ان انت لو انت مستخدمي المكرونه الطويله هتجيبي فوطه وتعمليها بالشكل ده وهتتكسر معاكي بكل سهوله. الطريقه دي حلوه قوي الناس اللي بتحب المكرونه المتكسره وبتحطيها، يعني مثلا احنا لو حطينا الحله كده سخنه وجينا حطيناها بالشكل ده وهي طويله، بصوا بتقع مننا بقى وبتبهدل البوتاجاز وبالشكل ده. لكن انت لو كسرتيها هتبقى سهله جدا في الاستخدام معاكي. بصوا يعني احنا مثلا حتى لو كسرناها كده برضو بيقع مننا على البوتاجاز، لكن الطريقه اللي انا قلت لكم عليها سهله قوي. بتكسريها كده تحطيها في الفوطه وبتنزل معاكي بكل سهوله. جربيها تعجبك جدا. تعالي بقى اما اقولك على فكره حلوه قوي، لو انت عندك تراب على الارض كده وعايزه تشيليه بكل سهوله من غير جاروف ولا اي حاجه، هتروحي جايبه شويه ميه كده وترشيها على الارض وتشيلي بقى بالفوطه التراب بكل سهوله. جربيها تعجبك جدا. الفكره اللي بعد كده بقى، لو انت عندك الصينيه دي وما بتعرفيش تحطي فيها زبده قصدي ورق الزبده، تعالي ما اقولك بقى رشي شويه ميه وحطي ورق الزبده بكل سهوله واستخدميها يا ست الكل، ويعني ما بتتشالش خالص، الميه بتثبت فيها وجميله جدا. جربيها ان شاء الله تعجبك. تعالي بقى الفكره اللي بعد كده، لو انت عندك كيس شامبو وعايزه بقى ايه، خدتي منه شويه صغيرين وتيجي تحطيه كده على الحوض عندك بيقع بالشكل ده، هاتي مشبكين يمين وشمال وتحطيهم بالشكل ده، بصوا بيثبتوا معاكي بكل سهوله. يعني فكره بسيطه خالص لكن عمليه جدا جدا. تعالي بقى الفكره اللي بعد كده، لو انت ريحه البيت عندك مش لطيفه خالص، هاتي اي كيس فانيليا موجود عندك وحطيها على النار. عايزه اقول لك هتخلي ريحه البيت كلها كيك كده بجد. اي حد هيدخل عندك هيقول لك انت عامله كيكه كده ومخبيها عننا. لا، بتخلي ريحه البيت حلوه قوي كمان لو مش موجود عندك معطر. تعالي بقى الفكره اللي بعد كده، لو انت عندك سلك ومساحه، تعالي ما اقولك على فكره حلوه قوي. بصوا يا جماعه، هتجيبوا اي مساحه واسعه موجوده عندكم، مش يعني مش بيثبت فيها اي عصايه مقشه، هتروحي جايبيها حته سلك كده، او ممكن كمان تحطي قطعه من الكيس البلاستيك وتربطيها بالشكل ده. بصوا الفكره دي حلوه قوي. بصوا والله يا جماعه المساحه دي كانت معذباني خالص، قلت خساره ارميها، لكن لما جربت حته السلك دي نفعت جدا. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه. يلا والسلام عليكم. اوعوا تنسوا اللايك يا جماعه.